إذاعة الإسكندرية تقدم أنا السكن وانتم مني، قبل ما تعرفوا نفسكم عارفيني، ولما أقول الآه ألاقيكم حوطني. مدوا إيديكم في إيديا وخدوا عهد عليا، نمحي من القلوب كل أسية. أحضان الحبايب. بطولة نادية أمير، أحمد أبو العينين، مبروك عبد العزيز، عرفة عبد الرسول، أسامة عبد الوهاب، فريدة صلاح، إبراهيم الملاح، صلاح عبد القادر، وحمدي مرسي. أحضان الحبايب: سامية جمال الدين، داليا دبور. ألف سلام عليك يا متولي، ربنا يبقى يأذي الموز يا أخويا. انت بقيت احسن دلوقتي يابا. ما هو زي الفل اهو، وكلها يوم ولا 2 ويطلع من المستشفى. ما تقلقوش يا ولاد، الحمد لله انا احسن بكتير. انت ما بتتهمش حد يا بابا؟ هتهم حد زور يا ابني؟ الدنيا كانت ضلمه كحل. وانت يا مايكل، وانت يا خالة صابرين، لما الواد ده جري وطلع بره العماره اكيد كان الشارع منور شويه، ما شفتوش شكله؟ أنا كنت لاهية في السول متولي لما سمعت صوته. احنا كان همنا متولي يكون بخير، بس اللي مش قادر افهمه الواد ده كان عايز يولع في العمارة ليه؟ قصده ايه؟ مش عارف، انا كنت داخل العمارة حسيت بحركة غريبة، استخبيت في بير السلم بحسب حرامي، لقيته بيكب جراكن الجاز، وقبل ما يولع الكبريت صرخت فيه، خاف ورماني بجركن الجاز وجري. الشارع كله بيتكلم عن شجاعتك يا ابو كامل. دول قاصدين يحرقوا قلوبنا قبل بيوتنا. هي وصلت الدرجة لكده، يا إما نبيع يا إما يولعوا فينا. تقصدي مين يا طنط صابرين؟ في حد معين بتشكي فيه؟ أنا ما أقدرش أتهم الناس وأنا ما شفتش حد بعيني يا ابني. ده اللي كان ناقص، يحرقوا العمارة. ادي اللي جالنا منها، مش كنا نبيع احسن؟ يا عماد فوق بقى من الافكار اللي هتوديك في داهية دي. ده مكاننا وهندافع عنه ان شاء الله نموت جواه. انا بستغرب اشمعنى العمارة بتاعتنا وعايزين يأذونا ليه؟ ده احنا مفيش اطيب مننا. افرضوا بقى ما كانش الصول متولي حس بالمجرم ده، كان زماننا يا شيخ فال الله ولا فالك. الواحد هيخاف ينزل بعد كده. مش ممكن يكونوا هما اللي... مالك يا مصطفى ساكت ليه؟ لا مفيش، انا اصلي قلت لماما قبل كده لازم نحط ترابيس على باب العمارة، وهي بقى رفضت يا مصطفى ولسه رافضة، وطول عمر عمارتنا مفتوحة من غير جنازير عليها. بس يا ماما الزمن اتغير والدنيا ما بقاش فيها امان. احنا اللي بايدينا نخلق الامان. الزمن هو الناس هي اللي بتتغير. الناس ملأ قلوبهم الحقد والغيرة، عايزة تكوش على كل حاجة حواليها. مش مهم بتاعت مين، مش مهم ملك مين، المهم انها تبقى تحت ايديها والغلابة ينداسوا بالرجلين. اهدي يا ماما، وحقك هيوصلك وانتي قاعدة في مكانك. انا اعرف اخد حقي بدراعي عند اللزوم يا مصطفى من اي غريب طمعان فينا. معقولة تكون وصلت الدرجة لكده؟ يكونوا هم اللي... ايه يا عماد انت بتكلم نفسك؟ انا لا. كل ما تكتر الايدين اللي عايزة تنهش في لحمنا كل ما زادتنا قوة، ولو الناس فاكرة طيبتي دي ضعف يبقوا غلطانين.
انا هوريهم الوش التاني وهعرفهم ازاي اقدر احمي بيتي كويس. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الكوارث اللي نازله من كل حته دي؟ تعب فرج واللي بيحصل للعماره واللي حصل لمتولي، هو في ايه بس؟ انت قلقان على اللي في العمارة يا منصور؟ الله، امال هم مش اهلي وناسي؟ اهلك وناسك ولا قلقان على فهمت. انت غيران يا قمر، غيران يا قلبي. اوعى كده، انت الظاهر انك حنيت لمراتك شربات. الله، وليه بس السيره دي على الصبح؟ طب تصدقي بالله ونعم بالله. انا مش صعبان عليا غير الست صابرين. وتصدق انت بالله؟ لا اله الا الله. انا بقى اللي نفسي اشوف الست صابرين من كتر كلامك عنها، نفسي اواسيها. الست دي جبل. يا سلام، اصيله اصيله وبنت ناس يا قمر. يا ايه يا عماد، انت الظاهر نسيت نفسك. هو احنا علشان اعتبرناك مننا وكنا عايزين نساعدك ونساعد اهل حتتك يبقى ده جزائنا؟ تتهمنا اننا عايزين نحرق العمارة؟ المصايب دي اول مرة تحصل لنا. واحنا مالنا؟ وبعدين بالعقل كده، مكان وكنا عايزين نشتريه نقوم نحرقه عشان ما عرفتوش تشتروه وماما مرضتش تبيع وفكرتوا ان كده تبقى وسيلة للاجبار. اجبار بالحرق؟ لا لا، احنا العنف ده مش اسلوبنا ابدا يا حبيبي. انت لسه ما تعرفناش. احنا لو عايزين حاجة مش محتاجين لا نحرق ولا نكسر. مش عارف، حاسس اني اول مرة بشوفكم. لا 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 لا، مش انتم، مش دي نفس الوشوش اللي انا كنت بقعد معاها، مش انتم اللي انا كنت معتبركم اصدقائي. واحنا لسه اصدقائك، بس انت بقى اللي اسأت الظن بينا، علشان كده اخدنا على خاطرنا منك. بس احنا لسه اصدقاء، احنا ما بنحبش نخسر حد. انا عايز تفسير للي بيحصل ده كله. والله علمنا علمك، ده احنا حتى ما نعرفش ايه اللي جرى لعمارتكم. اصلنا مش فاضيين للي بيحصل جوه العمارة، احنا عندنا مهام جسام. ومش كان من ضمن مهامكم برضو انكم تقفوا جنبنا وترمموا العمارة؟ عمارتكم هتاخد وقت ومجهود وفلوس كمان. غريبة، انتم طول عمركم بتقولوا انكم ما يهمكوش الفلوس وانها موجودة. ايوه، بس دلوقتي في اولويات يا مصطفى. واحنا فين من اولوياتكم؟ ده انا ياما وقفت جنبكم في الانتخابات. انت كل شوية تعايرنا بالحكاية دي. مش حكاية معايرة، حكاية اني زي ما ساندتكم تساندوني، وانتم مبدأكم خد وهات. مش ده اللي علمتهولي ان مفيش حاجة ببلاش؟ يا مصطفى احنا ما قلناش حاجة، وصدقني احنا كلمنا ناس كبيرة قوي وهي اللي في ايديها تساعدك وتساعدنا. والناس دي هترد امتى؟ لما العمارة تقع فوق دماغنا؟ ما انتم دماغكم ناشفة، ما تسيبوها وترتاحوا وتريحونا. تقصدوا ايه؟ ايه اللهجة الغريبة دي؟ عموما احنا هنفضل في مكاننا وهيحصل الترميم، ده حقنا، احنا مش بنطلب احسان من حد. احنا ما بنطلبش احسان من الحكومة يا دكتور. انا عارف يا مها، والمفروض ان الحكومة هي اللي تكون حريصة على الاحتفاظ بالاماكن اللي زي عمارتكم. احنا زهقنا من الكلام، عايزين نعمل حاجة قبل فوات الاوان. والله يا مها يا بنتي انا مش ساكت،
انا حتى رسلت جمعيه في الخارج بتهتم بالحفاظ على الاثار في العالم كله، وبعت لها صوره العماره وايه المطلوب بالظبط، لكن للاسف لغايه دلوقتي ما ردوش. ليه الناس ما بتتحركش الا بعد ما بتحصل الكارثه؟ انا معاكي، لكن بايدينا ايه نعمله؟ بايدينا نتغير والصح يتعمل. اصعب شيء يا دكتور لما تحس ان ليك حق ومش قادر تاخده، وكل اللي بيحاول يساعدك مش هو صاحب قرار التنفيذ. ده ذل، ده قهر. يا مها انا بحاول من كذا جهه، حتى وسائل الاعلام انا لجأت ليها. عارف انا خايفه من ايه يا دكتور؟ من ايه يا مها؟ اليأس. افظع شيء في الدنيا انك تحس باليأس. لا يا مها، ده انا بتقوى بحماسك وحماس الشباب اللي زيك. ايوه مين حضرتك؟ حضرتي اللي قبل حضرتك. ايه هو سيد المعلمين محرج عليكي حد يدخل ولا ايه؟ انت مين يا ست انت وعايزه ايه؟ انا الاصل يا حبيبة قلبي، انا الاولى وهفضل الاولى. الاولى؟ شربات؟ الست شربات يا نن عيني. خير، اي خدمه. المعلم منصور مش موجود. الله، ده مش موجود في الحلقه كمان يا عروسه، باين عليه بيدور على التالتة. لا ما تستغربيش، ما هي بتبقى صعبة في الطلعة الأولانية بس، لكن بعد كده ممكن يفتح على الرابع. أنا مش فاضية أسمع الكلام ده. ليه؟ أكونش بكلم وكيلة الوزارة؟ عامة بيقولي للمعلم إنه زي ما هو قاعد في أمان، إحنا كمان يسكننا في بيت في أمان. تقصدي عشان العمارة والمشاكل اللي حصلت فيها؟ لا 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 لا، ده انت عندك الاخبار كلها. هو عامة بيبلغيه الرسالة يا نمرة 2. لا حول ولا قوة الا بالله. انت ايه اللي وداكي بس؟ وعرفت العنوان منين؟ كان نفسي اروح اشوف مين دي اللي قدرت تاخد ابوك. وشفتيها وارتحتي؟ عرفت ان هي صغيرة وحلوة وست بيت وصاينة ابويا وحطاه في عينيها؟ في ايه يا ولا؟ انت بتغزني ولا ايه؟ هي مش خالتي صابرين قالت لك اصبري وريحتك بكلمتين؟ ما قدرتش، هديت كام يوم وبعدين اتغصت تاني. قادرة تصبري لما يجي ابويا وتقولي له البقين اللي رحت قلتهم له؟ لا تصبر ازاي يعني؟ النار واكلاها وعايزه تطفيها في وش مراتي. اهلا يابا، اتفضل ارتاح. انا مش هرتاح الا لما افهم امك ان بيتي له حرمه في حضوري وفي غيابي. سامعه يا شربات؟ والشرع والدين بيقول لك العدل، وانا عمري ما خالفت الشرع ولا الدين. ولو كنت بتتكلمي على الشرع والدين كنت عرفت يعني ايه زوج وطاعة الزوج واجبة، وما يصحش تخطي خطوة واحدة بره البيت غير بإذني. عندك حق يابا، بس اصل كمان عنده حق. انا اللي استاهل اللي فرطت في حقوقي وما طلبتش الطلاق لما اتجوز عليا. براحتك يا شربات، ولو عايزة تتطلقي يا اختي انا ما عنديش مانع، ودلوقتي حالا. ولا قوة الا بالله. في ايه يا كني؟ الناس دي ملمومة ليه؟ حصل حاجة؟ حتة من سور السطوح بتاع عمارة الست صابرين واقع. يا خبر، ربنا ستر انه ما وقعش على دماغ حد، مع ان كان قبلها بثواني الست عدلات طالعة من العمارة وشايلة بسلامته. شريف ابني؟ ايوه، كانت رايحة بيه الحضانة اللي في اخر الشارع. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. الله الله، رايح فين؟ تعالى ما تخافش، ما جرالهوش حاجة. وبعدين
فين يا ست صابرين؟ هنفضل ساكتين لغاية البيت ما يتهدى علينا؟ يا اختي عشان خاطرنا وخاطر ولادك وولاد الحتة كلها فكري تاني. تفكر في ايه بس؟ دي حاجة بسيطة، والست صابرين كانت مكلمة واحد يجي يرمم السور وتأخر. واخرتها احنا كل لما نصلح حتة نلاقي التانية. انت يا اختي عايزانا جنبك والفقر اللي لازمنا طول عمرنا. جرى يا ام عدلات، ما تعدلي كلامك. يا عوض محدش فينا هيقدر يشيل الشيلة ولا هي نفسها، يبقى المقاوحة ليه؟ عندك حق يا معدلات، الشيلة بقى حملها تقيل قوي، وانا خلاص تعبت وهريحكم كلكم، هريحكم وبيع العمار. غدا حلقة جديدة. أحضان الحبايب بالاشتراك مع أحمد يحيى، أحمد التركي، مروة نور الدين، يسري عزيز، محمد صالح، محمد ولي الدين، نسرين علوي، ومحمد يحيى صالح. أحضان الحبايب سامية جمال الدين، داليا دبور.